سلام البنات، اليوم راح ندير لكم عشاء. هيا قلنا نوض نفحالو شويه، بس على بالكم انا المبدا نتاعي وشي هو اني كي نوض ندير حاجه نديرها صحيه ولا ما كان له نوض. اليوم راح ندير لكم شوربه العدس الاحمر مع القرع ولا الكابويه ولا كل ولايه كيف تسميه، والجزر. كما راكم تلاحظوا المكونات راهي الجزر والعدس الاحمر والكابويه ولا القرع. يعني من الاحسن الكابويه الخضراء اللي من برا خضراء هكا ومن الداخل تكون لونها برتقالي. نتمنى ان شاء الله انكم تجربوها، راهي لذيذه 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 جدا ومفيده جدا لابنائنا، خاصه في الايام هذه. راه ايامات نتاع امتحانات وراهم مقبلين على الباك وشهاده التعليم المتوسط. ان شاء الله ربي ينجح وليداتنا كامل. اول شيء نجيبوا القرع. كما راكم تلاحظوا هنايا عندي قطعه من الكابويه، شريتها كيما هكا، شريتها جزء برك. خلي على بالكم في السوق راهي تتباع كبيره، واللي يحب يشريها بالاجزاء يشري. مع الغلاء تاع المعيشه ربي يكون في العون، الدنيا راهي غاليه، نشريو بالشويه اللي قدرنا عليه وخلاص، الله المستعان. كما راكم تلاحظوا اول حاجه واش راني ندير، راني نعقم فيها بالخل الابيض. وراكم تلاحظوا بلي لا عقمت حتى القشور هذوك. ان شاء الله راح نعطيكم الفيديو كيفاش واش نستعملوا هذوك القشور تاع القرع فاش يدخلوا وكيفاش نخدموهم. اول شيء راكم تلاحظوا باللي حاجه ما نطيشوها. البذور راني نلم فيه، ما تشوفوا فيا كيف راني نلم فيها، مانيش راح نرميها باسكو معمره مغنيسيوم، يعني مفيده جدا 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 صحه الانسان. الفوائد نتاعها لا تعد ولا تحصى. حلوا جوجل وشوفوا الفوائد نتاع بذور اليقطين، يعني مدهشه. هنا واش راكم تلاحظوا راني نقي في القرع نتاعي عفوا يا جماعه. اخرين يهضروا لي على السكين تاعي، قالوا لي واش بيه السكين تاعك ديم يا خاوتي؟ راهو من هذاك النوع اللي راهو من اخي كاين واحد الماس اخي فيهم لا بانتور كيما لهنا راهي مصبوغين، كي تنحات الصبيغه ولا يبان كي شهور راهو قديم. يعني كيما كانوا علقوا لي ناس من قبل على السكين تاعي، يعني ماهوش قديم وماهوش مزنجر. الحمد لله. كيف نعت لكم اكل صحي وانا نستعمل حوايج غير صحيه؟ لا لا خاوتي، انا كي نعتكم حاجه تفيدكم، وراني كيما نقولوا حنا راني صادقه معكم في كل حاجه نعتها لكم. وهنا كما راكم تلاحظوا بعد ما نقيت القرع ما ترميوش القشور، اتونسيون ترميوهم باسكو نحتاجوهم يدخلوا في كثير من الوصفات التجميليه والى غير ذلك. هنا البذور ثاني نفس الشيء، ما طيشوش البذور. نعطيكم ان شاء الله كيفاش نقليوهم، ولا دخلوا القناه تلقاو لي فيديو توعي القدم شوفوا كيفاش نخدم فيهم. هنا راكم تشوفوا بعد ما قشرت الكابويه ولا نسميوها القرع، بعد ما قشرتها راني نقطع فيها ولا يا خالتي راح نهضر معكم في هذا الموضوع على غلاء المعيشه، يعني ربي يكون في العون. رانا نلاحظوا باللي راهي الدنيا راهي راح تطير، الغلا. كاين شي نهار ان شاء الله ندير لكم فيديو كيفاش نستغلوا الشهريه ان شاء الله، وشو هما الحيل والتدابير اللي نتبعوها باش نقدروا نعيشوا في هذا الغلاء تاع المعيشه، الازمه هذه ولا غير الله المستعان. يعني الزوالي ربي يكون في عونه وخلاص. يعني اللي راهو يدي في 2 ملايين ويدي في مليون ربي يكون في عونه. هنا كما راكم تلاحظوا بعد ما قطعت الكابويه وجدتها، انا راني نعدكم انا باش راني نعقم الخضر تاعي، راني نعقم فيها بالخل اللي فيه نسبه من الكحول. كاين اللي فيه 5، كاين اللي فيه 9، كاين اللي فيه 7. يعني من الاحسن جيبوا لي درجه نسبه الكحول فيها عاليه، كاين حتى ل9. يعني من الاحسن استعملوا لي فيها نسبه كبيره من الكحول. هنا راكم تلاحظوا باللي جبت الجزر راني نعقم فيه، درت فيه شويه الملح الصخريه، الملح الصخري. الملح الصخري هذا خاوتي راهو يتباع عند العشاب، بس عند العشاب راهو غالي بزاف، راهو الكيلو يدير ب30,000. لا خاوتي شوفوا واش ما تلقاو واحد معرفه ساكن في الجبل يصنع في هذا الملح، راهو يبيع فيه غير الكيلو ب10,000. حاولوا كل منطقه، كل واحد ساكن في المنطقه نتاعو يحوس على الناس هذو اللي راهم يخدموا الملح في الجبال، يعني يحاولوا يجيبوه من المصدر خير، باسكو عند العشابه ربي يهديهم. كيفاه كيلو ب10,000 يعاود يبيعوا 30,000؟ يعني ربي يهديهم. باسكو حنا في الشريعه نورمالمون كي نعاودوا البيعه لشي لازم نفوتوش النص نتاع الثمن اللي شرينا به.
هذا نورمالمون البيع الشرعي هذا هو، بصح حنا ربي يهدينا نفوتوا نبيعوا بالتريبل، وعلى هذيك الدنيا غلات، الله المستعان. هنا كما راكم تلاحظوا راني نعقب في الجزر تاعي ولا السناريه، احنا تاع الشرق يقول لها السناريه، يا لغلا تاع الوسط يسميوها زروديه، حنا نسميوها السناريه يا ولدي، واش يضحكوا على تاع الشرق يقولوا السناريه. كل ولايه كيفاش تسميه. هنايا شوفوا خاوتي، هنا راني نقي فيها كيما راكم تنقيو نتوما كامل، يا اخي هكا تنقيو كيما انا. هذا كان طريقه اخرى كيفاش نقيو اخوتي، في التعليقات عطيوني تعليقاتكم نتناقشوا، وجبدوا اي موضوع تحبوا نشيخوا فيه. المهم بالمناسبه نتاع زواج ساره الشاويه، نتمنى لها ان شاء الله السعاده والهناء والذريه الصالحه في المستقبل ان شاء الله، والعمر المديد والحياه كلها خير وبركه. في الفيديو هذا نهدي لها كل التهاني لانها حبيبتي، ونتمنى لها كل خير، باسكو ساره الشاويه في شخصيتها إنسانة هايلة، إنسانة مسالمة ومحبة لكل الناس، وإنسانة اجتماعية. نتمنى لها كل خير، واللي يعرف سارة الشاوية يدعي لها إن شاء الله بالسعادة. ونكمل الموضوع نتاع الفيديو هذا. كما راكم تلاحظوا هنا راني نقشر في الجزر، كما راكم تلاحظوا راني نقشر في الجزر. اللي يعرف طريقه اخرى كيفاش نقشروا الجزر يقول لي. خطره واحد الخطره درت فيديو على تحضير السمك، في الفيديو هذاك بينت كيفاش نغسل السمك نتاعي. وحده من اللي دارت التعليقات قالت لي موش هكا، ماشي هي الطريقه اللي ننظفوا، طريقه تنظيف السمك. يعني انا نسكن في المناطق الداخليه، ممكن تكون هي ساكنه في المناطق اللي مطله على البحر الابيض المتوسط، طريقتهم تكون اكثر احترافيه. ولكن الطريقه نتاعي انا اللي مرفه نقي بها الحوت نتاعي، في الفيديو نتاع الحوت راني بينتكم كيفاش نقيه. اللي يعرف طريقه اخرى يفيدنا بها، ولكن بدون جرح المشاعر. نتمنى ان شاء الله التعليق تاعكم تكون بناءه. كما راكم تلاحظوا هنا الطريقه سهله. دوكا بعد ما قشرت الكابويه قصيتها مربعات، هاني نلوح فيها في الطنجره. الطنجره هي من الاحسن وصحيا، مادام رانا قناه لنكون اصحاء وسعداء، يعني كل حاجه راح نتكلمكم عليها هي تكون صحيه. الطنجره والانيه اللي طيبوا فيها من الاحسن انها تكون من الطين ولا تكون من الإينوكس. وراح نعطيكم معلومه، مثلا كي تحبوا تشريو انيه تاع إينوكس لازم تكون عندكم الثقافه هذه باش ما يكلحوكمش، انهم يبيعوا لكم طنجره تاع إينوكس ماهيش حقيقيه. هو انكم في القاع نتاع الطنجره من برا من الاسفل تلقاو واحد الشيفخ، واحد الرقم 18/10 ولا 10/18. المهم كاين الرقم 18/10، والله ما شفيت، يا 18/10 ولا 10/18. اذا لقيتوا هذا الرقم راكم تكونوا متاكدين باللي هذاك راهو من ماده الإينوكس الغير مزيفه. هذه معلومه نعطيها لكم. هنا كما راكم تلاحظوا الشوربه راهي ساهله. نلوح كل المكونات اللي عندي. نلوح واش هو، نلوح البصل. واش عندك لوحي كامل. لوحي واش هو ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون. يا خوتي ابتعدوا على زيت المائده او زيت السانغو، راهو ماهوش صحي بتاتا. نعطيكم معلومه ثانيه صحيه، هو انه الزيوت النباتيه كي تتعرض لدرجه حراره عاليه راهي تولي ماده سامه. من الاحسن انكم تبتعدوا عن الزيوت النباتيه كامل الا زيت جوز الهند، هو اللي كي تعرضيه لدرجه حراره عاليه ما يصرالو والو. بصح حنا في الدول الجزائريه حنا ما عندناش زيت جوز الهند، ماهوش متوفر في الاسواق. يعني نتمنى ان شاء الله يعود متوفر في الاسواق ونقصوا في السعر تاعو، باسكو راهو غالي بزاف والكميه اللي تتباع قليله وسعر مرتفع، ما يصلحش نطيبوا بها. نتمنى ان شاء الله تكون عندنا الثقافه هذه ويعودوا يبيعوا لنا في مكان زيت المائده زيت جوز الهند. هنا كي درت ملعقتين تاع زيت الزيتون ودرت الملح، راني كاتبت لكم الملح الصخري كل شيء كما نديروا الشوربه. اسمحوا لي خوتي على الحس نتاع لاسيتيرن
تاعي الموتور تاع لاسيتير هو يدير في الحس، سمحوا لي. المهم يعني ان شاء الله يكون الصوت واضح. والحصري والجديد والمميز في قناتي هو انه الفاكهه نتاعي ما نطيش منها والو، خاصه من هذا الوقت مع غلاء المعيشه. الكابويه تاعي القشور تاعها ما نطيشهمش، راح نعطيكم فيديوهات كيفاش نخدموها باش نستغلوها. البذور ثاني نفس الشيء، كاين فيديوهات ان شاء الله راح ننزلهم كيفاش نستغلوا ناكلوا البذور تاعها. واللب راني درت به شوربه، يعني حاجه ما نطيشها. حتى بالنسبه للجزر السناريه ثاني نفس الشيء، القشور تاعها ما نطيشهمش. راح نبين لكم كيفاش نستغلوا القشور ويدخل في كثير من الوصفات التجميليه. هنا نلوحوا الدواوات كيما موالفين. هنا انا نحب الكركم، عنده مزايا فوائد جد عظيمه، خاصه للناس النساء اللي يفوتوا سن اليأس، يعني مليح لهم الكركم يدخلوا في كثير من الوصفات، في السلطات، في خاصه كاينه واحد الوصفه مليحه بزاف في الليل للنساء اللي فاتوا الأربعين، يعني وصلوا سن اليأس. من الأحسن هي قبل ما ترقد دير حليب دافئ كامل دسمه، ماشي جزئي، ماشي هذا اللي يتباع تاع الشقاير هذا، ولا تشريو كونديا مكتوب فيه منزوع الدسم، هذه جريمه في حق الصحه. كما راكم تلاحظوا هنا نقليوها، خليوها تتقلى شويه باش تدخل التوابل مع الزيت نتاعها، مع نقصوا درجه الحراره. هو من الاحسن انكم ديروا الدهون الحيوانيه، يعني ما تستعملوش زيت الزيتون. انا اليوم ما عنديش ما عنديش الشحمه مازال ما خدمتهاش، كانت عندي غير زيت الزيتون. هنا كتشوفوا كي راني قليتها ضفت لها كاس ماء، سما حتى كي نضيف لها الكاس الماء نزيد نخليها تتقلى، سما تختار هذيك المره تشرب الماء هذاك، ومن بعد نكب الماء فرد خطره باش تجينا بنينه. هذه هي سر بنه المرق نتاعي، هو انكم تستعملوا الماء الساخن، تقليوها شويه وتكبوا كاس. على الاول تكبوا كاس واحد حتى تختار هذيك المرقه شويه، بعد تكبوا الماء فرد خطره، ما تكبوش الماء ضربه واحده هكا كيتسماط. كما راكم تلاحظوا يعني الطريقه راهي سهله 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 جدا. هاكم تشوفوا بعد ما قليتها هنا كبيت الماء فرد خطره، حتى اللون تاع المرق نتاعكم يعود جميل جدا، يعني تخرج المرقه تاعكم باهيه، يعني يقول لك العين تاكل قبل الفم. كما راكم تلاحظوا خالتي يعني ما تتطلبش وقت كبير. هنا راني نستعمل، انا شريت هذا لاكوكوط هذه تاع الاتراك جكروا، دوكا في الوقت هذا راه ما عادوش يدخلوا ما عادوش يدخلوا بزاف، باسكو لي كوكوط هذو والله غير هايلين فونكسيونيل، يعني يطيبوا ما شاء الله. وما تخافوش من انا الكوكوطات هذوك التقليديه هذوك كنت نخاف منهم، باسكو خطره طرطقت عليا خطره مره واحده ما عدتش نقفل لاكوكوط. كنت نستخدم واحد لاستيس، نعطيكم المعلومه مثلا اللي يخاف من لاكوكوط ولا ما عندوش لاكوكوط، يحاول انه كي يطيب المرق نتاعو يعود فيها لحم يلوح مغرف مع المرق. المغرف هذيك تطيب له اللحم ما شاء الله وفي وقت وجيز. تستخدم كما نقولوا حنا المغرف هذيك تلوحها في لاسوب، توزع الحراره في القدره. كما راكم تلاحظوا هنايا وجد الطبق تاعي باهي لذيذ جدا، واني درت لكم شكل قلب، يعني نحبكم متتبعاتي، وان شاء الله نبقاو ديما عائله واحده. هاكم تلاحظوا كيفاش تجي خثره بنينه وصحيه، خاصه الايامات هذه نتاع الولاده من يجتازوا في الامتحانات. راهي المعلومه اليقطين اللي كي نتناولوه بزاف راهو يعطي السعاده، يساعد على افراز هرمون السعاده. ما بقى لي غير نقول لكم سلام.